وقد اشتلت يبيه المقاصد وقفت بباب الله وقفة سائل وقلت إلهي إنني لك قاصد ولست تراني واقفا عند بابها يقول فتاه سيدي يراقب إذا عرضتني في زماني حاجة وقد اشتدت علي به المقاصد وقفت بباب الله وقفة سائل وقلت إلهي إنني لك قاصد ولست تراني واقفا عند بابي من يقول فتاه سيدي يراقب إذا عرضتني في زماني حاجة وقد اشكلت علي به المقاصد وقفت بباب الله وقفة سائل وقلت إلهي إنني لك قاصد ولست تراني واقفا عند بابي من يقول فتاه سيدي يراقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله. فرمته نظما رجاء أن يحصل للمبتدئ نفعا وحفظا يسهل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا وإياكم ببركاته وبعلومه آمين. فرمته نظما رجاء أن يحصل للمبتدئ نفعا وحفظا يسهل. الناظم رحمه الله مما ذكر فيما تقدم إن خير ما يعتني به الإنسان ويجد ويجتهد هو ما فيه منفعة للورى. هذا اللي فيها المنفعة للمخلوقات هي التي ينبغي للإنسان أن يجد ويجتهد فيها.
لأن منتهجها متعدية، من الأفعال المتعدية خير من الأفعال هي قاصرة على الفعل. ولا شيء أنفع ومتعدين مثل العلم، فإنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح، اشترطوا في الولد الصالح، ما هو شو مطلق الأولاد، الإنسان عنده الولاد وما هم صالحين ما ينفع، لا ينفع من أولاده إلا الصالح، والصلاح لا يكون إلا بالعلم، الصلاح لا يكون إلا بالعلم. هذا مما يجري بعد موت ابن آدم يبقى له هذا الأولاد بتاعه الصالحين، أولاد المباشرين للولادة وأولاد أولاده وأحفاده وكذا إلى يوم القيامة. قال اللي هو يسلم هو صالح من الأولاد ثوابه عند الاستمتاع، ما عدا الطالح هذا الله يعلم. كذلك مما يجري ثوابه للإنسان بعد موته علم ينتفع به، علم ينتفع به. أنا درت كتاب لقريت تلاميذ، هذوك التلاميذ وتلاميذ تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم إلى يوم القيامة، كل هذاك الشيء اللي قرأه إن ذلك غير صحيح. كما الأولاد، لا هذو أولاد القلب وهذو أولاد الصلب. الصلب هم الأولاد هذو، وأولاد القلب هم الطلبة التلاميذ، ثوابهم اللي هو كذلك منهم صالح، هذا قرأ وهذا قرأ وهذا قرأ وهذا قرأ وهذا قرأ بعد شيء، مع أنه لا ينقص لأحد من أجره شيء. أقول لك لا نخدم على الناس النبط ولا نمن والو، أنت تصيب أجر تام وشيخك لك الشيء اللي يصبته أنت يصيبه إلى يوم القيامة. شوف كيف منفعة متعدية. كذلك صدقة جارية من وفقه الله سبحانه وتعالى لصدقة جارية، معنى دائمة، كتريد المصحف، تجيب المصحف تحطه في محل القراءة اللي يقرأ، ما دام هذاك المصحف باقي وثوابه يجري لذلك المتصدق به. أو بناء كمدرسة أو مسجد أو بيت للغريب، بالبيت يسكنه الغرباء لما يجي الضيف ما يلقى اللي يضيفه يسقر فيه هذاك البيت، يقيه من الحر ومن البرد. أو حفر بيت، هذاك البيت يشربوا منه الناس. هذه كلها أنواع من العلماء من عدها إلى 10 حوائج اللي هي تجري بعد ابن آدم مما ينتفع به، تريد المصحف أو حفر بئر أو غرس النخل وبناء مسجد أو إلى غير ذلك 10. لما كان من المسائل التي يجري ثوابها على الإنسان بعد موته مثل هذه المنظومة، مثل هذه المنظومة التي هي أسهل المسالك. هذا سهل المسالك لما علم من هذه الفائدة رأى بعين بصره في قراءته في الأزهر، كان يقرأ في الأزهر، ورأى بعين بصره كتابا منثور، ما هو شيء منظور إنما هو منثور، فقصد نظمه
قصد نظمه علاه لأجل أن يسهل على الطلبة، يسهل على الطلبة وتكون ذلك المنفعة متعدية. اللي يقرأها يكون ثوابها لهذا الناظم. هذا بتقال فرمته نظما، أي ذلك الكتاب المنثور الذي رآه في حال قراءته بالأزهر منثورا قاصد نظمه. والمنظوم هو الكلام الموزون القافية لمعنى وقافية. المنظوم هو ضد المنثور. المنثور معناه إذا كان الجمل هذه بديعة على الألف، هذه تبنى على التاء، هذه معنى. المنظوم لا يكون عنده القافية، يكون آخر البيت ألف ولا لام، وهذا قال له منظوم وفيه القافية، فيه القافية. الكلام المنظور لمعنى وقافية، ما كنت أنا مخلط. النظم هذا معناها على الوجه الأكمل، ما هوش فيه كسر البيت ولا فيه كذا، بل هو منظوم معناه على حسب القاعدة بتاعت الشعر، القاعدة الشعرية. والبحور الشعرية كما قدمنا إنها 17 بحر، 17 بحر يسمونها البحور الشعرية. هذا اللي يبغي ينضم يأخذ بحر من هذه البحور وينضم عليه، يوزن عليه كما هذاك الأصناف تاع الميزان. هذا الكيلو، هذا نص كيلو، هذا كذا، هكذا هذه البحور خليهم كما الأصناف تاع الميزان وتوزن. اللي ما هو موزن هذاك ما هو نظم، هذا فيه الخلل. هذا بس قال هنا الكلام الموزون لمعنى وقافية، المعنى تكون صحيحة ما مخلطة، والقافية كذلك صحيحة. هذه الجملة معناها منتهية بالالف، هذه الثانية منتهية بالالف، والآخر البيت كما الميمية ولا كما الهمزية آخرها الالف الميم. هذه منظومة. هذا البيت كيف بغى ذاك الوسط كيف بغى يكون، ولكن في آخر البيت الميم تتفق على حرف واحد، وعلى حرف واحد. نعم. ايوه. كذلك الهمزية لا سميت همزية لأن كونها تنتهي بالهمزة. ها هو النظم، هذا هو النظم. ها هو النظم وجاء له معنى وقافية. فالناظم رحمه الله محمد بن بشار قصد هذا الكتاب المنثور، قصد نظمه عليه ليسهل على طالب العلم ويستفيده. كل من قرأه هذا الكتاب يكون ثوابه له، عنده الثواب وعنده حقه من الثواب. هذا السبب. فرمته نظما رجاء، الرجاء وهو طلب طمع في المستقبل، يعني يكون طمع في الحاجة في المستقبل ويتعاطى الأسباب. الرجاء تكون ترجع معنى طالب هذيك الحاجة، ولكن لابد لك أن تتعاطى الأسباب باش تنال هذيك الحاجة اللي هي أنك راجيها. أما لك أنت رجيت وما أعطيت السبب هذا اسمه طمع. طمع خاوية. الطمع هذا حروفه كامل خاوية. شوف طاء والفاء البعيد، طاء ما الميم العين. طمع خاوية. إذا كان رجيت كما إنسان طالب العلم لما يجي للمدرسة أو راجي باش يقرأ اسمه رجيت ويجتهد، ما هو راجي باش يقرأ وعطيها للرقاد وعطيها للكسل وعطيها للعب. هذا قال طمع. هذا الطمع تاعو خاوي شيء ما يتحقق.
لما تطمح في واحد الحاجة جد واجتهد باش تحصلها، لا دنيوية ولا أخروية، لا دنيوية ولا أخروية. هذا معنى رجاء. الرجاء هو طمع في مستقبل مع تعاطي الأسباب، تعاطى الأسباب باش ديك الحاجة تدركها. هو راجي في مولانا وتعاطى هو السبب، أرجى وتعاطى السبب. ما هو السبب؟ نظم هذه المنظومة. لما نظم هذه المنظومة هو راجي في الثواب إن شاء الله. الأجر حاصل، الأجر حاصل. رجاء أن يحصل للمبتدئ نفعا. هذا الرجاء اللي هو طالب الناظم رحمه الله لهذا الطالب المبتدئ. والمبتدئ قلنا هو الذي لا يقدر أن يخرج العويصات من أمهات الكتب. يقرأ، يقرأ الكتاب ويعرف الحروف، ولكن مبتدئ. إذا كان سولته على مسألة يعجز ما يقدر يخرجها، هذا يسمى مبتدئ. أما هذاك اللي ما يقرأ كاع يسمى أمي. الأمي هو الذي لم يدل على ولادة أمه، لم يتعلم كتابة ولا قراءة، ما يعرف يقرأ، ما يعرف يكتب. وهو مذموم. الأمية هذه مذمومة في حق الإنسان. لمن يقدر على أن يتعلم ينبغي له أن يتعلم. لما يتعلم الكتابة والإنشاء ولو كان غنيا، لأنه يمكن هذا الإنسان لما يتعلم الكتابة ويتعلم الإنشاء يجعلها حرفة يعيش بها حلال طيب. يجي ينسخ للناس، يقول هذا نسخ لي الهمزية، هذا نسخ لي البغدادي، هذا هو ينسخ للناس كما زمان. النساخ هذا ينسخ وصار حلال طيب. كما يقول لك فزاني زينة لدى الأكفاء. هذاك اللي معنا عنده الكفاية مطلوب في حقه يتعلم الكتابة ويتعلم الإنشاء. هو تنسيق الكلام. كاين اللي ما يعرف ينسق الكلام. الكلام لازم يكون منسق مرتب، ما يكون فيه حشو، ما يكون فيه طويل، ما يكون فيه تكرار هذاك اللي يطع عندهم عيب. لا منسوق. أما قلنا إذا كان فقير لا محتاج، هذا يحترف بالكتابة والإنشاء، وهذيك الاحتراف يعيش بها، ما يأخذه على معنى هذه الصنعة عنده فيها أجر وعنده فيها ثواب، عنده فيها أجر وفيها ثواب. يجي في باب أداب الناسخ. أداب الناسخ هذا عنده توا أداب، توا هذاك لما ينسخ ويكتب هذاك الكتبة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام هذاك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بذاك الكتاب أي تصلي عليك الملائكة. شوف جات الفائدة في القراءة. هذا اللي يقعدوا ما يقرأ ما نحرم عدة أشياء. كاين واحد الأمير وأمير ويعرف يكتب، مدحوا واحد الشاعر قال يخطط لنا خطوط ابن مقلاتي. ابن مقلاتي كان لا بأس عليه. ينظمها بالتبر نظموا كيف السلكي. الكتابة تاعته والقراءة تاعته ينظمها كيما لما تنظم الذهب في السلك. لا السلك نتاعو كيما داك اللويز ولا داكشي اللي يتعلق هو اللويز، لا هكا زيد ومن ينظم يزيد يتساوى ويزيد تحسين. هو كان يمدح هذاك الامير قال ينظم مولنا يخطط مولنا خطوط بن مقلات، كيما بن مقلات يخطط ويعرف الخط وينظمه، كذلك مولانا أي هذا الأمير تاعنا مدحو ينظمها في التبر نظمها في السلك. هذا يبنى على أن المبتدئ يعرف يقرأ، ولكن الغالب عليه ما يقدر يخرج العويصات. هذا
هذا الكتاب قال لك ينتفع به، مع أن في الحقيقة هذا الكتاب ينفع الكل، ينفع الأمي وينفع المبتدئ وينفع المنتهي، كل واحد محتاج له، حتى واحد ما يستغنى عنه، لا أحد يستغني عنه لمن أراد الطريقة السهلة كما هو مسمي به في العلم. قلت الطريقة السهلة اللي تنال بها العلم عليك بهذه المنظومة، عليك بأسهل المسالك، عليك بأسهل المسالك. فنظم فرمته نظما رجاء أن يحصل المبتدئ نفعا، أي منفعة بقراءته لكونه سهل، وحفظا يسهل، لأن المنظوم يسهل حفظه ويبقاؤه في الذاكرة، عكس المنثور حتى ولو حفظه الإنسان وتغافل عنه يتفلت، كما القرآن لما كان منثور أشد التفلت من البعيد عندما يكون غير معقول، إذا كان طلقته تفلت تلقى في البلاد، سبحان الله البير هذا لما ديك البلاصة وين زاد يمشي له، كان مشى للسودان، كان جا من السودان يولي للسودان، ولا كان زاد في شي صحراء من الصحراء، لما يتفلت يمشي لديك البلاصة اللي زاد فيها، سبحان الله، تعرفها بواحد الزكاة عطاها له ربي سبحانه وتعالى. ايوا هنايا هاد الحاجة اللي هي منثورة تفلت، أي تذهب من الذاكرة إذا تغافل عنها الإنسان ولم يتعهدها. إذا كانت عهدتها معليش كما ذكر القرآن يسر من تحفظه ولا ينسى، علاه لما تعهده. العلماء مثلوا القرآن، قال القرآن مثل الغرسة واسقيه درسا، واللي بغى ما ينسى كل يوم يقرأ خموسة مو 5، يقول كل يوم يقرأ 5، هو حافظ 60 حزب وكل يوم يقرأ له 5 5 12 الجزء فيها 12 اليوم تنسى، قرأ خموس، هو فيها 4 كل نهار قرأ 4 قل شوي من راسك ثاني، هو جيت لك الكتاب هذا اللي يكون يعتد دائما الكتاب يقرأ به ما يحفظ هذا، إن كاين وين تقرأ في الكتاب تمر عليك صفحة ولا 200 ولا 3 وعقلك تشوفون راهو ما تركز، المصحف ما يحفظ، إذا الإنسان يحفظ أنظهر قلب، حتى إذا كان تعطر ولا تمشي الكتاب فيه اقرأ من راسك، البلاصة اللي حبست فيها حل كتاب، وهذيك البلاصة اللي ألقتها ومن بعد ولي يغلب تولي هي هذه حتى ثاني تولي تبقى تذكرها، الآية الفلانية توقفت فيها وحليت الكتاب وكذا، هذه اللي بغى يقرأ لك كيف يدير، ماهوش يتغافل. أيوة هنايا كل منثور فهو سريع التفلت، فإن ذهب لا يبقى منه حتى العشر، لفتين مشى حتى العشر ما يبقى، عكس المنظوم هذا إذا تفلت إنسان تغافل معناه شهر ولا شهرين ولا عام ولا كذا ما قرأ، لما يرجع عليه لا يضيع منه حتى العشر، 3 يضيع له العشر، يبقى كاع محفوظ. وفعلا ما بقي من المنثور عشره وما ضاع من المنظوم عشره، المنظوم ما يضيع والو. لأجل هذا الناظم جزاه الله عنا كل خير جعل هذا الكتاب المنثور منظوم لينتفع به المبتدئ ويسهل حفظه، حفظه في الذاكرة وفي الحافظة، الإنسان عنده الذاكرة وعنده الحافظة، هذا يكون يدخر الشيء، وذلك يكون في الدماغ. الله الدماغ هذا بيفضل به عنده خزائن، كاين اللي سميتها الحافظة وكاين الذاكرة وكاين كذا وكاين كذا، هذا يكون يدخر الشيء ولا يكون محطوط، لما تطلبوه تلقاه.
هو رضي الله عنه وارضاه قال وحفظا يسهل، أي يسهل على المبتدئ حفظ هذه المنظومة. هذا هو رجاه باش ينتفع به المبتدئ ويسهل عليه الحفظية، حينئذ ها هو جد يسهل فيما ينفع الغير. لما هذه المنظومة وهذا المبتدئ حفظها وانتفع بها يصح هو كذلك نصيبه، يأخذ نصيبه من ذلك الثواب والأجر. وحفظا يسهل ذي وربما قدمت لكن قال لك إذا قرأت أيها الطالب أو أيها المريد هذه المنظومة وربما قابلتها مع الكتاب المنثور، جبت المنثور بقيت تقابل كلمة مع كلمة، تلقاها بعض المسائل معناها يوخرها، مو كما في المنثور يديرها هو كذلك حرفيا، يعني وين يوخر وكان وين يقدم، لا أنه لا يخرج من باب الباب، وإنما ذلك في نفس الباب، تقديم والتأخير في نفس الباب. وربما زاد أحكاما، كان وين يحتاج باش يتمم البيت، كان من الكلمات اللي يزيدها الشاعر إنما هي تميمة للبيت فقط، إنما يلقى لها شي حكمة يدير حاجة باش يكمل بها البيت. هنا يكون منك تسامح، لا تقول علاه أخويا أنت راك انضمتوا وراك هنايا قدمت وراك خرت، لا النظم يحتاج لماذا للتقديم والتأخير، يصعب النظم هذا صعيب ماشي سهل، لأجل هذا يحتاج الشاعر أن يقدم وأن يصرف ما لا يصرف. حتى النحويين يجوزوا له، كان بعض الأسماء اللي هي ما تنصرف هو يصرفها، يجوز له أن يصرف ما لا ينصرف. علاه؟ لأنه الشعر، هذا الشعر أنا إذا قابلت هذه المنظومة مع الكتاب المنثور ووجدت تقديما أو تأخيرا أو زيادة حكمة في بيت ولا في باب يكون منك التسامح. إن العلماء فهموا لنا بصيرة اللي ينقد عليهم يعرفوا له، بدع الثغرات من يعرفوا لها من يسدوها. هذوك الكلمة عملنا ما قال هذه الكلمة، احنا لما تقابل الكتاب هذا المنثور بهذا المنظوم وتلقى فيه تقديم هذا خلط لنا سي محمد، لا بدلت وقدمت وكذا، هذا لك لا ليكون منك تسامح، ليكون منك تسامح. فرب، وهذه رب كاين وين يكون معناها التكثير وكاين وين يكون معناها التقليل. رب تقتضي معنيين، كاين وين تقول رب رجل صالح لقيته، هذه القله قليل وين تلقى راجل صالح، والكثره قل رب رجل طالح وجدته، ياتي من الناس الطالحين، فهي تحتمل الوجهين. وهنا قال لك ربما يزيد حكم ولا يقدم، لكن ندر ما هو أهم كثر. عند لا تحسب راني الا من قلت لك اني نقدم ونوخر، تلقى في كل باب اني نقدم ونوخر والو. ربما قدمت بالقله لا بالكثره في بعض البيبان ولا في بعض الحالات، اقدم شيء عن محله واؤخر شيء عن محله، كما صاحب ابن عاشر لما كان يذكر النيه قال لك ونية في بدئه، ذكر فرائض الوضوء ولكن النية أخرها، هي تأخر قبل البداية وانت تمشي تأخرتها، وانت تقول هي قاعدة في التالية لما تغسل وجهك وتغسل يديك باش وليت نوي النية، ولو ولا نبه لك عندك النية في بدئه، ما هوش على حسب الترتيب هذا، يعني تغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الراس والنية نوخرتها تقول توخرها تنزع، النية ما تؤخر عن العمل،
ما بغيت تصلي الصلاة النية هي الأولى، بغيت توضأ النية هي الأولى، بغيت تغتسل النية هي الأولى، بغيت تحج ولا تعتمر النية هي الأولى. ما يمكن تدير الحاجة باش تولي تنوي، لا، هذاك العمل باطل لا يؤخرها الإنسان أبدا. لكن شوف النظم أخرها، النظم أخرها، هنا يكون له تسامح على هذا النظم، لكن هذاك المنثور بالإذن يبدأ بها. ولكن لما كان النظم صح وجاز له أن يقدم وأن يؤخر، لا أنه لا يخرج من باب إلى باب، لا في نفس الباب يقدم ويؤخر، معليش. ربما قدمت أو أخرت أزت حكما، بها تممت الفائدة. فليكن منك أيها الطالب، طالب الحاذق، ما حنايا وين ما يعرفوا لك طالعة ولا نازلة. هذوك الناس اللي أذكياء يقدروا يعرفوا ويقدروا ينقدوا، وهذوك هما اللي يقدروا يخرجوا هذه الحوايج. أما الإنسان اللي هذاك هو ما يعرف لك طالعة ولا نازلة. لكن كما هذه قلنا في بدئه ياسر ما عارف لاش معنى هذه. كيف يقول في بدئه هو قدم لنا حوايج ولا دارها هذه السريعة، هذه ما يعرفها لا الإنسان الحاذق. الإنسان اللي يعطب بها قليل الفهم هو الذي يقد يعرف هذه الحوايج. هنا قال فربما قدمت أو أخرت أزت حكما، بها تممت الفائدة. هذيك الفائدة اللي تمها ما كانت في الكتاب الأول هذا تاع ترغيب المريد السالك، هو يزيدها في هذا النظم نتاعو باش يكمل الفائدة، باش يكمل لك الفائدة أيها الطالب. معليش سميته بأسهل. أيوة، لما أتمه كمل المنظومة ولله الحمد، ربي يصليه وربي يعاونه وأتمها. قال لا بد أن يجعل لها اسم، لأن كل ذات لا بد لها من اسم. الذات المجهولة لا تعرف، فلا بد لكل ذات اسم تعرف به. كل حاجة لازم لها اسمية، كما هذيك النافذة، هذيك المروحة، هذيك المبردة، هذا زيد، هذا عمر، هذا خالد، هذا كذا. إيوا هذه المنظومة وين سميتها؟ عندها سمية كاع جعل لها اسم. كما المولود لما يزيد المولود لابد يدير له سمية، قلت يقعد بلا عنده سمية كاع. لا بد من لكل ذات اسم تعرف به، اسم تعرف به. وهنا قال لك أنا سميته بأسهل المسالك. إذا طلبت أيها المريد ما اسم هذه المنظومة فهي المسمات بأسهل المسالك، معنى الطريقة السهلة في العلم. إذا بغيت العلم من التوحيد والفقه والآدابي فعليك بهذه المنظومة، فهي سهلة كما قلنا. هي وخليل باب هذا المسالك مع خليل باب، ولكن خليل صعب ولا اللي جاي قد يفهم. وأما المسالك كله واضح، ما فيه كلمة اللي فيها غموض أبدا، واضحة. لا تقرأ تعرف، ما تقرأ تعرف. هذا بسماه بأسهل المسائل، وفعلا اسم دل على مسماه، اسم دل على مسماه بسهل صحيح، ما فيه شك ولا ريب. سميته بأسهل المسالك. إيوا صح ولا تقولوا أسيدي هذه المنظومة في أي مذهب؟ هل هي المذهب المالكي أو الشافعي أو الحنبلي أو الحنفي؟ هذا في المذهب الحبر الإمام مالكي. عندك يعني ما هيش يعني درسها من المذهب آخر، إنما هي على طريقة الإمام مالك، إمام دار هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المذهب المتوسط. كانش المذهب المتوسط ما فيه لا صعوبات ما فيه لا تسهيلات. هنا كان بعض المذاهب فيه تسهيلات يزر الرخص،
وكاين من المذاهب اللي مشدد. كاين واحد البوطي رحمه الله يذكر قال لك واحد الشيخ في الازهر حنفي، ووجد اذا كان الانسان صافح امراه يتقضوه. هذا قال تشديد وين المستمرات تقضوها بطل منه كاع، بطل من هذاك. وجا المذهب هذا اللي فيه سهوله، ما كان صافح حتى بنيه اللذة ولا يتقضي قضوك. اما انت يا مسيت مراه معناه ساهي ولا كذا ما عليك حتى شيء، لا شيء عليك. لا لا قصد ووجد، او قصد ولم يجد، او وجد ولم يقصد. اما اذا لم يقصد ولم يجد لا شيء عليه. شفت سيد هو عارف عندهم ولد، اذا كان انت في الطواف ماشي ومس يدك مرايه تقضي لك وضك قال لك انا مبطل من هذا ولا السهل. ابن تيميه دار كتاب سماه الانتصار للمذهب المالكي. ابن تيميه مذهبه حنبلي، ولكن جعل كتاب ووضح وبين فيه بأن المذهب المالكي هو المذهب المتوسط، ما فيه لا تشديد ما فيه لا ترخيص. وكيف لا؟ وهو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم يروي عنه بواسطتين فقط، يروي عن ابن عمر عن فلان عن صاحب هذا القبر. لما يكون عند القبر هذا يكون يسرد الحديث بواسطتين فقط. وكان يحترم الحديث احترام تام، وكان في مع التابعين، والتابعين كانوا مع الصحابة، والصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أدرى بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. أما الآخرين أنك أخذوا وذهبوا، هذا والو مع الصحابة، مع هو تابعي ولا تابع التابعين، والتابعين دركوا التابعين، تابع التابعين دركوا التابعين، والتابعين دركوا الصحابة. حينئذ كان يقدم عمل المدينة. لما يوجد الحديث وجد عمله المدينة يقدم عمل المدينة على الحديث إذا كان أحادي. هذا باش معنى هذا القبض وهذا السدل هذا هو بأنه فيه الخلاف. الإمام مالك قال لا أعرفه، مع أنه جعله في الموطأ. أمرنا أن نجعل يدنا اليمنى فوق الصدر واليسرى فوقها. أنا القبض هذا جعل يدك عند الصدر واليسرى فوقها، ماشي يدير يشد بها كرشة وشي يشد بها عنق مخلطة الحية. معنى بلغه الحديث نتاع القبض، ولكن لا أعرفه. معنى هذوك المشايخ اللي قرأ عليهم ما وجد اللي فيهم اللي يقبض. احنا دليل على انهم هما ما هم يخالفوا النبي، ولا هادو التابعين يخالفوا تابع التابعين، ولا التابعين يخالفوا الصحابة حاشا ولا، ولا الصحابة يخالفوا النبي حاشا ولا، ولكن يولي يثبت النسخ. هذاك الفعل حقيقة ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تسخ. وهذا الشيء اللي يذكره العلماء، يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام كان يسجد، ومن بعد قبض لما جاء المدينة وجد اليهود يقبضوا، بغا يستنسهم. انت تجي واحد البلاد تخالفهم يكرهوك، انت داريهم واستنسهم قبل تتملك عقولهم، بس تخالفهم لا تخالفهم يكرهوك. هو وجد اليهود يقبضون ووجد اليهود يفرقوا، أنت حم يفرقوه. كانوا زمان يربوا الشعر اللمة والوفرة والجمة، أيوة أنتوا طلع الشعر إلى كتابه، لأن المنطقة هذه كانت حارة، وهذاك الشعر كان وين يقيم شوية من الحرارة. حينئذ كان إبقاء الشعر سنة وحلقه بدعة، عكس ما عليه نحن. احنا يبقاوه بدعة وحلقه سنة، لكن عكس اللحية.
في النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ورد له وصل له ماهوش يجهله، ولكن قال لا أعرفه. منين ما يعرفه؟ من مشايخه هذوك اللي قراوه ما يقبضوا، وهذو اللي قراوه شافوا التابعين، والتابعين شافوا الصحابة، والصحابة شافوا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الإسلام يسدل وجاء المدينة بغى يستنس اليهود، فأمر بموافقة أهل الكتاب، يعني وافقوهم قبضوا ونقبضوا. تعرف احنا نفرقوه باش نقول له كيف. لما تقوى الإسلام وقويت عروته أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة أهل الكتاب. هذا كون ولا بطل ذاك القبض ولا السب. هذوك اللي في ذاك الزمان رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقبض، يمشوا عليه، مشاو على ذاك اللي سمعوه واللي شافوه. هذا ما كان ما على بالهم بالنسخ، ما على بالهم بالنسخ. احنا كلنا على صواب. انت يا اخويا ابقى على قبضك، وهذا يبقى على سدلو، على سدلو. قالت لنا لا احنا ذوق الطلبه وجدوا مشايخهم يسدلوهم ويقبضوا. وحينئذ شافك على النظر، انت وليت تفهم منه. هو على هو زدنا الامام مالك قال لم اعرفه من مشايخي، وانت تخالف مشايخك فيك شي حاجه لا بد فيها. ولو كان زايد ولا فيه ان هذه ان كيف قالت لها ها هذه فيها ان فيها ان ها فرق أثقل هنايا سميته بالمرشد، سميته بأسهل المسالك من نظم ترهيب المريد السالك. معناه لما جعله في المذهب المالكي، ما هوش في مذهب آخر، لأن قلنا المذهب اللي هو معتدل هو المذهب المالكي. ينبغي الإنسان ولا سيما المغرب، المغرب الكبير كلهم مذهبهم الإمام مالك، لا تونس ولا ليبيا ولا الجزائر ولا كل هذه الدول. لا للرؤية التي رأى قدمناها، رأى أنه عنده زمارة يزم لجهة المغرب. لما سأل ابن سيرين المفسر لماذا الأحلام قال هذا العلم تاعك انتصل لهذا، رجع الله لأن توادى ابن سيرين كان يفسر المنام بحكمة أو شيء لهذا. قال لك جاء واحد أسيدي قال رأيتني أن أذن الله أكبر الله أكبر، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. عنك بغيت تسرق ونقطع عليك ايامات هذاك اللي دار ربي سرقوا ونقطع زينو. ايامات وخرج واحد ثاني نفس الرؤيا. يا سيدي قال اني رايتني اذن، اذن الله اكبر. قال لي بشر راك باغي تمشي للحج، مشى للحج. قال له كيف الكلام لا واحد والرؤيا لا واحده، وهذه فسرتها بقطع اليد وهذه فسرتها. قال لي نعم مولانا قالها يحق هذوك اخواته يوسف. ثم أذن مؤذن يته العير إنكم لسارقون، أذن مؤذن على ما معلمون يته العير إنكم لسارقون. هذه وهذا قال لي استدلت بها وأذن في الناس يحزيتك. أيوة هذا فسروا عليك. قال له باش عرفتها؟ قال هذا صاحب اللي نقطع عليه وجا شو كل خايف يأذن وكل خايف هذاك الشيء من مح عليه باش باغي يدير حاجه. وهذا قال فرحان جاي البشره في وجهه، هذا فسرته من هذا وهذا فسرته من هذا. وهكا عدت رؤيا فسرها وهي وحده، ولكن فسرها من هاك وفسرها من هاك. علاه كان يفسر هو الحكمه، هو خذها من سيدنا يوسف، سيدنا موسى هو سيدنا يوسف هو اللي كان يفسر الرؤيا، واللي كان يفسر الرؤيا وكما يفسرها كما تخرج، كما يفسرها كما تخرج.
حينئذ هنا قلنا هذه المنظومة هي في المذهب المالكي، لا في الحنفي ولا في الحنبلي ولا في غيره، إنما هو في المذهب المالكي، في مذهب الحبر الإمامي المالكي. والحبر كناية عن سعة العلم، لما يكون واحد عنده العلم متوفر اسمه حبر، كما الحبر الذي يكتب به، معنى الدواية لما يكون فيها الحبر تكتب بها شحال من صفحة. أيوة كما هذا الحبر بمعنى يكتب شحال من صفحة، حتى واحد الإنسان عنده سعة في العلم. فالإمام مالك عنده سعة في العلم، حتى أنه ورد فيه الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تضرب باد الإبل، تحوطوا بالبيت تاعكم على عالم فلا تجدوا علم كعالم المدينة. هذا قال النبي قدام ما زاد هذا الإمام مالك، ولكن العلماء صرفوا هذا الحديث له، كما الحديث الذي ورد كذلك في الإمام الشافعي: إمام مكة يملأ الأرض طباق الأرض علما. محمد بن إسماعيل محمد بن إدريس هو الشافعي يملأ طباق الأرض علما. يعني كان ذلك الكتاب هذا لما يراه يحفظه، اللي شافه بعينه يحفظه. كان ذكي وقرأ عن الإمام مالك، أخذ عن الإمام مالك. والإمام الحنفي هو أكبر الصحابة أكبر المذاهب، أخذ كذلك عن الإمام مالك. وأحمد بن حنبل قرأ على الشافعي، وتلميذ التلميذ تلميذه، كل مذاهب يرجعوا للإمام مالك. هذا قالك واحد في الأزهر كان ينوه بالإمام الشافعي، لما كان ينوه به ولا سيما وقت نحاه الشافعي، قال له: وكيف لا وشيخه الإمام مالك؟ هو بغى يفخر بشيخه، قال: وكيف لا وشيخه الإمام مالك؟ على أنت تفخر له بشيخك، شيخه هذاك اللي جاء من شيخه. حينئذ هنا هذه المنظومة لا تظن أيها القارئ إنها في غير مذهب الإمام مالك. إذا كنت مذهبا بالإمام مالك فهي على مذهب الإمام مالك إمام دار هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمذهب الحبر الإمام مالك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. كتبت آلفه مهما ألف. ومما يطلب في حق المريد من أدب المريد إذا جعل شيخه أو معلمه تاليف أو منظومة ينبغي له أن يحفظها وأن يعتني بها، هذا من الأدب. أما إذا عرض عن تآليف معلمه أو منظوماته فهذا من باب الإعراض، من باب الإعراض. جميع التآليف التي يقوم بها الشيخ ينبغي للطلبة أن يعتنوا بها وأن يحفظوها وأن يقرأوها، وذلك من آداب المريد مع الشيخ. كذلك المنظومات، إذا جعل منظومة فينبغي له كذلك أن يعتني بها، أو كذلك جعل درس من الدروس كذلك يعتني به، فهو أولى من غيره. ماشي اللي قام يمشي يحوط على واحد شيخ ثاني، يحوط على تأليفه وعلى كذا وتاع شيخه، هذا من باب الإعراض، هذا يسمى مسيء وربما انقطع، هذا ربما يكون له سبب لانقطاعه. إن الإعراض على المشايخ فهو يعتبر عقوق، كي اللي يعقوا الوالدين، حتى المشايخ يتعقوا. الشيخ وتهضر التأليف نتاعو والمنظومات نتاعو، وكاين اللي مثلا مصالحين كاع، لا. إذن من آداب التلميذ أن
أن يأخذ وأن معنى يقرأ تآلف معلمه وشيخه، وقرأ تآلفه مهما ألف جميع التآلف. ينبغي لك أن تحفظه وأن تعتني به وأن تشتغل به وإلا فأنت معرض. زين. وكن على امتداحها وكذلك وكن على امتداحها. شيخ مدحو انت ما تذموش إذا كان عنك راضي. إنه يقول لك وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما إن عين السخط تسجل مساوية. هذا شيخك حتى إذا كان فيه شي عيوب بسبب الرضا تاعك أنت تغطيها. حينئذ لما أنت تعرف على تآليفه وعلى منظومته وكذا حصل في الإذن عنك يا عنك بيت فيه العلم. لا أمدحو قال نعمل كتاب ونعمل المنظومة ونعمل كذا واقرأها واحفظها وكذا 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 إلى آخره. هذا مما يطلب من الطلبة مع مشايخهم في حياتهم وبعد موتهم. لا تنظك لما تخلص مازال هذاك الوقت اللي يتحقق. لما يموت الإنسان هذاك وقت الحقيقة أكثر وأكثر. الإنسان ينبغي له أن يتأدب كما الشيخ سيدنا مولاي عاد ذلك المنظومة في هذه الحال اللي جينا موجودين السلكة تاع سيدنا مولاي أحمد. قال فهذه الزيارة من آداب الشيخ. آداب الشيخ لما تحرص على المناسبات نتاعو وتحرص على كتبه وتحرص على كذا، هذا من الأدب داخله. مع أنه مات ولكن عارفك بس رانك ممن معتني به وربما يعطف عليك. يكون يعطف عليك طر من الحياة. كما كان يقول شيخنا رحمه الله سيدنا مولاي أحمد قال لك اللي ما ظهرت الكرامات تاعته بعد موته المعجز الكرامات التي تكون في الحياة يكون أكثر منها تاعت الموت. الكرامات تاعت المشايخ تكون أقوى من الحياة بعد الموت. ها اللي يموت هذاك وين تكون وفعلا اللين والنية وكذا يلقى شيء كبير في المشايخ بعد موتهم وفي حياتهم وبعد موتهم. فمن ذلك أيضا أن يداوم الإنسان على مدحه. الشيخ هذا يلزمك دائما مدحو أو شكره وادعي له. يعني واحد النوبة جوج واحد الشيخ مع تلميذه دخلوا له واحد الضريح تاع واحد الوالي من أولياء الله. هو لما انتهوا من الفاتحة وخرجوا الشيخ سول التلميذ قال له فلان واش طلبت؟ والله قال يا سيدي ما طلبت شيء لنفسي، كنت لا نطلب لك انت، كنت نطلب لك انت الله يدير ليك والله قال لي انا كذلك. الشيخ يدعي للتلميذ والتلميذ يدعي للشيخ. شوف النيات تلاقات. كان واحد لا كما قال صلى الله عليه وسلم ادعوني بلسان تعصوني به. لكن انت لما تدعي لشيخك في الغيب هو ما عصى بلسان وهو يدعي لك كذلك ما عصى بلسانه. وهكذا أخي دعوة الأخ لأخيه في الغيب فهي كذلك مستجابة. علاه تدعي لي هو يدعي لك. لما تدعي لي هو هاك دعيت بواحد اللسان ما عصى. انت ما عصيت بلسانه وهو ما عصى بلسانه. حينئذ تكون الدعوة مستجابة. هذه شفناها مما ينبغي للطالب يكون يحققه ما يدموش قدر المقدورة. فقال وشعره احفظه كذلك كما أن تحفظ وتكسب تآلفه كذلك شعره ومنظومته ينبغي لك أن تحفظها وأن تعتني بها وأن تقرأها. وشعره احفظه وكن على الدوام ولا نهار ولا يومين ولا شهر ولا أسبوع دائما على الدوام.
كون قلبك متعلق مع معلميك مع شيخك. لأن قلنا الهمة نتاع المشايخ هي معاك. إذا كان فيك هذه النية، اللي ما في هذه النية معناها هذيك الهمة نصرف لجهة أخرى، نصرف لجهة أخرى على الدوام، ما هوش لا عام ولا عامين ولا مادام وحي ولا مادام كحداه ولا تغيب عليه خلاص والو. لازمك دائما تشاهدوا وتجعلوا بين عينيك. إلا كان بغيت الفتح، إلا بغيت الفتح هذا باش الناس دركت. يعني شيخنا سيدنا مولاي الحبيب الله يرحمه عنده اعتقاد كامل في شيخنا سيدنا مولاي الحبيب، واحد الاعتقاد وواحد حتى واحد نهار قال كان سيدنا مولاي الحاج يقرأ واحد الكتاب وواحد الكلمة عبده أو عيده، يجي سيدنا مولاي الحاج بالله بسم الله الرحمن الرحيم ويجب عبده ولا عيده فيها وحدة من هكا قف زيد 3 أيام ويوقف. سيدنا مولاي الحاج جاب الشراح قول من زمان كان مجتهد في الشراح ويبحث. يمكن اسمع قال يا الحاج أنا قال لي سمعت كلمة من أم الشيخ لكن جبت لي كتب العالم كامل أنا ما نبدلها، جبت لي الكتب كل تاع العالم. أنا الشيخ قال كذا هذاك ما كان غير كلام الشيخ. شوف الأصحاب اللي عندهم أكشت هذيك النية تاعته. هو أضعف الطلبة، ولكن في الهبة وفي كذا هو أكبر الطلبة. كل ما كان يشوف من ديك الهمة تاع الشيخ، ديك الهمة تاع الشيخ يعني جاء من المغرب رحمه الله حفظتنا حفظك الله، حفظتنا حفظك الله. اللي يقول للشيخ سيدنا مولاي الحبيب معناها داك الشيء اللي خلاه من هذا مشى للمغرب هو جمعوا وجعلوا في واحد البيت ولا في كل اسبوع ولا في كل 15 يوم يجيب البخور ويجيب كذا كما نتاع الروضه ويبخروا وينظموا ويساويه. ايوا نهار اللي جا الشيخ خر لي داك الشيء عاد الشيخ يقلب فيه حفظتنا حفظك الله يفعل كذا فعل. شوف لكن معناه بلغوا النية في المشايخ شوفوني مصور حينئذ على الدوام. قال لك ما هوش الا مادام وحي ولا لا مادام كحداه ولا والو، في حال الحضور وفي حال الغيبة وفي حال الموت وفي حال الحياة. الدوام زيد محدثا بفضله كذلك. ينبغي للطالب أن يحدث دائما بفضل شيخه. قال الحمد لله لولا الشيخ أنا كنت جاهل ما كنت عارف شيء، ولكن الشيخ هو الذي هداني الله على يديه. يكون الفضل يرجع عليه، لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس. دائما ذكر هذه الفضائل وهذه الخيرات التي أعطاك الله سبحانه وتعالى على يده، وأعطاها لك مولانا ونيتك. ما هو الشيخ معنا كان يعطي الروح، ما كانش العبد يعطي العبد، وإنما كل واحد يعطى على نيته. كما يقولوا اقرأ يا تلميذ على نية أبيك ونيتك. كان تلاقى نية الوالدين ونية التلميذ ونية الشيخ، ثلاثة تنجمع في الطالب. وكاين وين نية الوالدين يجيب ولده الولد ما عنده النية، ولكن الوالدين يكون عندهم النية، هذاك الولد يدرك بنيته بنية والديه. كما قال كذا سيدي الونقالي هذا واحد المرحلة وقع في عمره هو قاعد 30 سنة. عمر الونقالي كل 30 سنة ولكن الشيء اللي خرج على يده شيء كثير. واحد النفحات جات في عصره حتى يقول لك قعد شهر تقرأ، لا شهر تقرأ، كاين اللي قال قعد لا اسبوع تقرأ، ولا قال لك قعد لا نهار يقرأ. جاء واحد نهار واحد اعجمي
قال لها روح تقرا، قال له ما نغرف يا ودي، قال لا تعال تغرف. قال هو عجامي، اروح قال له تقرا، قال انا ما نغرف الغين بدوه قاف. قال لك الغين والقاف علينا التبسا، صغارنا كبارنا حتى النساء. واحد التلميذ كان من عندنا من وارقله في كسفه ولا يقول لك القبره في الغوص، القبره في الغوص، في عود يقول القبره في القوس، هو القاف يردوا غير القبره في الغوص. حالا ما تقول القبره في القوس، ها هو عارف. كيف دائما مساكين يبدلوا هذا. هو قال ما نغرف، قال لي لا روح تغرف. كان عنده الجد الكبير هذا في المطارفه، جاء باه يقرا عنده. لما جاء باه يقرا عنده كلفوا، ما قلت له حاجه، كلفوا لا بالمصالح تاع المدرسه. هذاك الوشات ذهبوا الى ابيه، ويقول لك واش درت انت يقرا؟ لا في المصالح، مصالح تاع المدرسه لا الخدمه، ما كانت كاع لا القرايه. ولكن من الاباء مساكين شويه فيهم ما يتبسوش روحهم وما يفيقوا بهاد الناس الوشات. الوشات دائما يوشوا كثير. صرت له بريال لولده، اسيدي لك الله خدمه عندي انا ديتك تقرا، وكان الخدمه عندي. جاتو البريه الولد كتف عليه الشيخ. شلون قال هات نشوف. والو سيدي قال هات شوف، راك مسرح. والو قاعد يبكي. انا سيدي جيت نقرا، قال لي يبكي مسرح. كان باغي العلم يدركم من باب ما كان، ولكن انت نيتك انت قريت لا اللي بغيتو راك ديت. لكن قال لي ما جيت تقرب البلاد، كان واحد الشجره جلست قال لي تحتها واحد السويعه، وجا مسكين متاسف ومقابل، ولكن الغالب كلف. قال لك المساله تحت ذلك الشجره كما يحكي لنا الشيخ مولاي الحبيب رحمه الله. هذيك الشجره كان فيها ذباب تزنزن زنزن وهو يصرجع. كاين اللي راه يصرجع بالبتر، هذاك التزنزين كله ولا له علم وتبحر ودخل البلاد متبحر. متبحر جا داك الشيء اللي كان قصده زعما. ايوا باه من ديك القنطه قال امشي، انا من الخدامه مشيت وياه. خلاص عاد عنده مدرسه متنقله، هذوك الخدامه اللي يخدموا معاه يهودوا الجنه يقراو ويطلعوا يقراو في الدرهم يقراو، وعاد مدرسه متنقله. قدر الله سبحانه وتعالى ان جاء واحد من المشايخ فقيه من الفقهاء واستضاف عند باه. لما كان ضيف سمع من هذا الخدامه مع هذا الولد مسائل يذكروا فيها كذا وكذا وكذا وكذا. هذا قد سول البو، قال هاد الاولاد وين قراو؟ قال واش قاريين؟ سيدي قال الملك لا الواحد قاري. راه قال لي راه يتذكروا في مسائل الفحول راه يغلبوا. يا ولدي قال والو ما يقرا. كان ولدي عند سيد الونقالي وقال لي باش لا يلعب، وانا قلت له لا يظهر لك على الخدمه. قال له قوم صدرك اخي لي استدرك. قال له ما عليه، قال لك لا دا شي حاجه ومشى على الشيخ جاي عليه. بس ما قال له قلت لك لما جيت هذا العلم يحد فيه ما يجي، ولكن لما قال لها جيت ان شاء الله يكون فيه وفي ذريته الى يوم القيامه. دوك هذو ولاد عبد الكبير الان قال كلهم قرات، كلهم قرات بذلك البركه تاع الشيخ. هذا قلنا لما تكون النيه مع الشيخ مولاي يكتب الخير، يكتب الخير وينال الخير. فينبغي لهذا الانسان قلنا للطالب
أن يثني على شيخه بالخير، وأن يقرأ تآليفه ونظمه، ويكون ذلك أبدا في حال الحياة وبعد الممات. زيد. وإن تكون في الشعر ممن حرره زيد تمدحه بالقصائد المحررة. إذا قال لك مثل الله عليك أنت ممن فيه ليا للشعر، تقد فيك الشعر تقدر تنسخ الكلام اللي قدرت تمدح به الشيخ، تمدح به ما قدرت عليه من المدح فامدح. إذا كان عندك فيك ملكة ما هو شيء صعيب عليك، بس قد شعرت هذا كاين اللي عطاه مولانا ملكة سجية قد يمدح وقد يشعر. أما لك ما عندك تحلها كفهمك. وإذا كان عندك الشعر جعل عليه منظومة ولا جعل عليه كذا وجعل عليه كذا كما هو الشعر. كذلك السادات كانوا يمدحوا مشايخهم. هو سيدنا مولانا الحبيب لأن هذيك القصيدة اللي أنا نقراها كان يحكي لي الحاج سليمان رضي الله يرحمه، قال لك عجيب، قال لك جينا داخلين على الضريح تاع الشيخ قال لنا خرج ولا مكتنا ملاها على ذوك التلاميذ اللي معاه كانه كان حافظها ذيك المنظومه. والحاج محمد ولد عمي كانت معهم يودي لا كان هيها، كان ملي خرج من هنايا هو بادي في ذيك المنظومه. هو الحاج سليمان قال لك والو ما قال لك وصلنا في الضريح نتاع الشيخ في مراكش في ولاد عبد المولى، قال لنا خرج جاب قال له القلم وجاب الدواء عاد يمليها على سيدنا مولانا الحبيب على ذوك الطلبه فكتبوا وقرأ عليه، رأى عند راسي الشيخ رحمه الله. هذا مما من الله عليه، جعل عليه منظومه وهي تقرأ بيننا نقراها. مولاي أحمد هذا مولاي أحمد هنا إذا كان لك ملكة فينبغي لك أن تمدح شيخك بماذا؟ بقصيدة. زيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على سيدنا محمد. ويكره اللمس وبالمنتدبة. ويكره في حق الصائم اللمس إن كان صائما في نهار رمضان فلا يلمس، أي لا يضع يده على من اشتهى بلده. اللمس مكروه. هذا إذا كان اللامس دأبه السلامة من المذي، ما يكونش سباق. اللي معناها إذا لمس أو تفكر أو قبل يخرج منه المني ولا المذي، هذا لا حرام عليه، كان حرام عليه. واحد السيد دار لي تليفون قال لي سي محمد أنا أني غايب، ولكن حيثما تكلمت مع زوجتي في الهاتف يبرز مني المذي. قال لي تكلم في الليل. شوف سبحان الله. هذا قال هو غايب لما في الخدمة، وربما يطال الحال شهر ولا شهرين ولا كذا، ولكن سبق منه الماني. أسيدي قال لك أنا حتى اللي تكلمت مع زوجتي يعني تفكر ياخذ منه المذي ويكون عليه القضاء. قلت له يا سيدي والو، ولكن عادتك هكا أنت تكلم إلا في الليل، ما تكلمش في النهار. هذا هو الكراهة. والمكروه اللمس، تلمس زوجتك ولا تلمس من يشتهى في نهار رمضان فذلك مكروه إذا كانت سلامة دأبا. يعني دائما تسلم من خروج المذي. أما إذا كان دأبك حيثما لمست أو قبلت أو تفكرت يبرز منك المذي حرام. أما لا كان خرج المني هذيك الكفارة لا القضاء والكفارة يولي لك شهرين متتابعين أعوذ بالله، حينئذ ما تلمسي. وكان صلى الله عليه وسلم في نهار رمضان يقبل ويلمس، ولكن قالت عائشة رضوان الله عليها
ومن يكن مثل النبي صلى الله عليه وسلم من يملك أربه شكون كما النبي هذاك اللي يرفع الحرج يرفع الحرج فقط حينئذ لا تلمس أيها الصير ولا تتفكر في محاسن النساء ولا تقبل زوجتك في نهار رمضان إلا إذا كنت تعلم من نفسك السلامة. هذاك أنت فعلت مكروه فقط دأبا من المذي وإلا حرام عليك. الحرام هو ما يتاب على تركه ويعاقب على فعله. حرام الحاجة اللي حرام ممنوعة إذا كان جرت وفعلتها عليك الإثم تعاقب، وإذا كان تركتها عندك الثواب. فهذا الإنسان الذي دأبه هذا السبخ هذا حرام عليه ينبغي تركه ذلك ولا يقدم عليه. ابن من المذي وإلا حرم. وفي هذا الباب مسألة الحج محمد في نفس المسألة قال لك سؤال ورد منذ قليل قال لك في هذه المسألة هذه بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم من سلم على امرأة أجنبية في نهار رمضان؟ حرام. نفس المسألة حرام وشو حرام مطلق هذا لا في رمضان ولا في غيره. ذلك صلى الله عليه وسلم لم يلمس امرأة أجنبية قط حتى في المبايعة. يعني كان الصحابيات يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام يبايعهم كلاما عمره ما وضع يده في يد امرأة أجنبية قط صلى الله عليه وسلم، مع أنه قلنا يملك أربه صلى الله عليه وسلم يملك أربه مو كيف نحن هو يملك أربه ولكن بس احنا ما نشرع على ذلك دل الذريعة. وقيل أنه كان يبيع في الماء يجيب الماء يدير فيه يده ويدير فيه ما يذهب. وقيل كما بعض من المسنيات إذا أردت تسلم على رجل تجعل حايل ما تديرش مباشرة هذه لا بأس دير حايل مو مباشرة اليد مع اليد لا هذه ما كان تقول حرام أخويا ما تسلم وإلا بغيت تمشي للمذهب تاع الحنفي ودوك باطل وصلاتك باطلة. هذا إلا كان ما عندك ثقة ولا كانوا خلق القاسم هذيك وحدها. قلنا اللمس إذا كان مولاها قصدو وحتى ما وجد اللذة نتقدو ضوح، وإذا كان قصد وما وجد نتقدو ضوح، وإذا كان قصد ووجد نتقدو ضوح، ما قصد ما وجد أنا قلناها هذاك ما عليه. فقال اش وكره الذوق وكره العلماء رضوان الله عليهم الذوق واللمس. الذوق وهو جميع المذوقات كقدرين، يعني المرأة أو الرجل ذاق قدرا ليعرف مصلحيتها يعرف مصلحها ولا مصالحها على لسانه ويطرح هذاك الشيء اللي ذاقه. أما لو كان بتلعوه يمنوا له الصد ذوق لا يديروا على لسانه إذا كان فيه صالح ولا مصالح جميع المذوقات إذا جعل على لسانه مكروه مع طرح ذلك الشيء المذوق الشيء اللي ذقته يلزمك تطرحه فلو. أما لو كان بتلعته هذا راه بطل لك الصوم. هكذلك مكروه في حق طباخ احنا نقولوا أن يذوق قدرا كقدرين كيف تشبيه من لا القدر لا العسل جميع الأمور اللي فيها مادة السواك الأخضر العصب في لسانه في فمه العصب كل ما فيه مادة ينبغي له أن يتجنبه الصائم، فإن فعله فقد فعل مكروه وإلا كان هو الشيء عليه القضاء. وكره ذوق كقدر وهذا
الهضار في نهاية رمضان، وهو الكلام الذي لا فائدة فيه. الهضار هذا هو الهضار. تعود الأخبار حنا نقول نستمعوا هذه مشينا لتميمون، هاش اللي في تميمون، هاش كذا كذا، ويستغرق واحد شحال المدة وما لا في هذا الخبر هذا. يا خويا على ما تصلي على النبي وعلى ما تسبح وعلى ما بس خيلك الحسنات من الكلام هذا فيه فائدة. من حسن إسلام المرء يتركه ما لا يعلم. حاجة اللي ما تعنيك ما تعود عليك بفائدة لماذا تتكلم فيها؟ الهدر وهو الكلام الذي لا فائدة فيه. أما الكلام الذي فيه الغيبة ولا فيه النميمة هذا كنا من مبطلات الصوم. اللي منين نجمعوا اش دار فلان وين مشى فلان واش عند فلان واش كذا، ويبقى له ها الغتبة ها النميمة ها الكذب ها البهتان، هذاك الصوم عظم الله أجره. هذا وين يقال نوم الصائم عبادة. كان هذه الجماعة اللي تخرج لهم تعاود معاهم الخبر ماشي يرقد في دار النهار رقد، فضل ملي تمشي تعاود على الخبر. وإذا كان بالعاده الإنسان يذكر ربي خير. مكروه النوم في رمضان. رمضان دار الاستغلال، الإنسان يستغل فيه الحسنة فيه تضعف أكثر من غيره. حاجة اللي جاتها من الطاعات في رمضان تكون مضاعفة، عندها أجر كثير من اللي تديرها في وقت آخر، لا صدقة لا قراءة لا تسبيح لا تحميد لا كذا. حينئذ هنايا ماذا بك ذكر ربي. إذا كان تقدر تقرأ القرآن، إذا ما تقدر تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبح ولا هلل هوال. أنا نقعد نعرض الخبر، فذاك الخبر مكروه. الخبر هذا مكروه، هذا إن لم تكن غيبة ولا نميمة. ما لا كان غيبة ولا نميمة كان حبط الثواب نتاع الصوم نتاعك. إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي منطقي غض وفي بصري غض وفي منطقي صمت فأي حظي إذ من صومي العجوع والظما، وإن قلت يوما إني صمت ما صمت. ما حفظت أذنك من هذا الكلام اللي ما الفرق، ما حفظت عينيك من الشيء اللي محرم عليك وكذا كذا، ما سديت لسانك أحفظك الصوم الجوع. إنما تحصلت على الجوع والظما فقط، لا تواب عنه. لا تواب أنك حبطت التواب تاع الصوم تاعك. هذا الهضار. هذا الناس ساعة التواصل يجتمع سيد الحاج في النهار. اسمه التواصل. هذا الهاتف قال في نهار رمضان وهو يكتب يقرأ ويشوف يتنضغط، أحيانا يضحك أحيانا كذا. في نهار رمضان موجود سيد الحاج. يا لطيف. هذا الهضار يدخل في الهضار. هذا يقلك شغلك على طاعة مولانا وما فائدة. ها؟ قال لك اللي يلعبوا الدومينو هذا النرد هذا كل كاع الملاهي يا سيدي اللي يعلمون ينبغي تركها، لا في رمضان ولا في غيره. لا الخربقة ولا هذا الدومي ولا الكارتا وعدة أشياء هذه كلها من محبطات الثواب والأجر. محبطات الثواب والأجر هذه تدخل في الهدى ولا تدخل في المحرم. لا تدخل في المحرم. هذه اللي هي تشغلك على طاعة ربي علم انها راهي حرام باتفاق. لا تحلل. ايه ها شكون النميمة فيه القدر ولا فيه القدر؟ اش فيه؟ فيه القضاء معناه واحد كان يكتب ومن بعد عرف اللي كان يكتب، يعني القضاء ولا معليش القضاء؟ هلا لا قضاء لا كفارة لا تشوبة تشوب المولانا وخلاص. كان تحبط له لا الثواب ما عليه القضاء ما كلوا لا سوا. إيه نعم. أما قال لك من غلبه القيء تقية
ذو المراد فخرج منه القيء، أو دخلت ذبابة في حلقه ولم يقدر على طرحها، أو حشرة مطلق حشرة دخلت مع التنفس وما قدر باش يا يتنخم ويا سميتها باش ما بغاش، هذا لا شيء عليه. لا شيء على من غلبه القيء في نهار رمضان ولم يرجع منه شيء، شرط لم يرجع منه شيء. أما لا كان وصل محل الطرح ولا ردوا هذاك عليه للقضاء، وإلا كان طلع له في الحلق لم يصل محل الطرح ولا هذاك لا شيء عليه. الحاجة اللي هي خرجت ووصلت يمكن لك باش تطرحها أنت ولا ترديها ولو كانت بلا منفعة، عليك القضاء كما الذبابة تمكن لك باش تحطها أنت ولا تسرطها، ولا هذه الحشرة هذا يكون عليك القضاء. أما لك ما قدرت الغالب حاولت باش معنا تطرح هذيك الذبابة ولا هذيك الحشرة ولكن غلبت أنا وابتلعتها، هذا ما عليك تشي. هذا معنى نقول هنا غلب القيء، غلبك القيء أو القلاص. أما هي ما مرة قلنا لكم القلاص هو الماء، لا ما تقذفوا المعدة، والقيء هو الطعام ولا التمر ولا الحاجة، هذاك يسمونه القيء وهذا القلاص. كلاهما إذا غلب الصائم وخرج منه ولم يرجع منه شيء فلا شيء عليه، فهو معناه مغفور له. غالب قيء وذباب مغتفر، مغتفر لمن ابتلع ذلك الذبابة أو ابتلع ذلك الحشرة أو ابتلع ما لا يقدر على طرحه. مغتفر معناه لا شيء فيه، لا قضاء ولا كفارة ولا إثم. زيد. كذلك غبات الصانع الدقاق يدق التمر أو صنعة من صنع نجار ولا كذا ولا بد فيها الغبرة، هذيك الغبرة بعد التحفظي ولا دائما يدير حاجة على أنفه وفمه يغطيه وهو يخلي فمه مفتوح، هذا بعد التحفظي ما أصابه كذلك فهو مما لا شيء فيه مغتفر. غبار صانع وطرق طريق ماشي الطريق فيها الغبرة سببي مشي تاع الناس، وبعد ما يتحفظ الإنسان لتغطية أنفه وفمه فما أصابه فهو كذلك مغتفر. إن هذا مما يصعب التحفظ منه والاحتراز منه، اللي يصعب عليك تحفظ منها هذيك ما فيها تبع ما فيها شيء، هي يعني مغتفرة. غبار صانع وترق وسواك يبيس جائز، إنسان يستاك في نهار رمضان بالسواك اليابس لا الخضر، الخضر هذاك فيه مادة، هذيك المادة ربما تسبق لك. أما اليابس هذاك جاز تسوق به، مع أنه ينبغي تركه لبقاء الرائحة في الفم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا خلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك. هذيك الريحة اللي اكتسبها الفم بسبب كثرة السكوت وعدم الأكل وكذا، الفم هذا يكتسب رائحة، هذيك الرائحة توابها عند ربي أكثر من المسك، أكثر من المسك، سب عليها التواب. لهذا ما تزولهاش انت بالسواك، ولكن جيد السواك عندما تتوضا وعندما تغتسل وعندما يجي تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أن أشقى على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. النبي كان يحب السواك، السواك يستك به الإنسان وعنده مواضع بغيت تقرأ الساك، قمت من النوم الساك، كتبت السكوت الساك، مواضع يشرع فيها، لأنه مكروه في محضرات الناس. كاين بعض الناس اللي دائما العود دايروا في فمه، أقول يا أخي مكروه لك قدام الناس في الساك. هنا لما تجي تصلي ما فيها بات، لما توضى ما فيه بات، لما تغتسل ما فيه بات، هذا والو.
دايروا عادة الساك. السواك مندوب وفيه ما يزيد على 30 فائدة. السواك هذا 30 فائدة في السواك، أكبرها وأعظمها مرضي للرحمن اللي دائما يستاك يا مولانا يرضى عليه، والملائكة يرضوا عليه، لأن الملائكة لما تنظف فمك هما مياك الكتبة قاعدين لا عند الشفتين ما يلفظ من قوله إلا لديه رقيب عتيد. إلا كان هذوك الملائكة الكتبة أديتهم أنت بالرايحة نتاع فمك عندك كتم عند فمك باش ما يسموهمش الرايحة الكريهة بالسواك أو بغيره. السواك وبغيره فيها حينئذ 30 وما يزيد على 30 فائدة في السواك. خذها تنيف عن 30 درار عن الإمام الهيثمي بن حجر في الشرح نتاع شرح نتاع البخاري، هذا ابن حجر داير هذه في السواك هذه 30 وما يزيد على 30 فائدة. فينبغي الإنسان أن يستاك، ولكن يستاك بعود يابس ما هو بالأخضر، الأخضر مكروه. سواك يابس يصبح جنابة كذاك، أي من المعفوات. وفي رمضان من أصبح جنوبا وبيت النية ما عليه احتلم أو جمع أهله في ليلة رمضان ولم يتمكن من الاغتسال وأصبح جنوبا، فعند الصباح اغتسل ليصلي الصبح، يكتفي. لا يشترط في الصيام الطهارة هي للصلاة ماشي للصيام. فيصبح الجنابة لا بأس به في نهار رمضان، يصبح جنابة كذاك يعني كالمتقدم، وهو العفو على الغبار وعلى برات الصانية وبرات التاريخ الذبابة كذلك يصبح الجنابة فهو من المعفوات. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بقي سؤال في الحاجة والتالي. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السؤال يقول امرأة جاءها الدم في شهرها الخامس من الحمل، وبعد مرور 20 يوما وأكثر لم ينقطع الدم، فأخبرها الطبيب أنه دم سقوط الجنين. السؤال ما حكم هذا الدم؟ هذا هل يعتبر من حيض ولا من نفاس؟ وعلى الطبيب هو يعرف درك من قالها الطبيب قول له كيف قال لي هذا تاع العادة ولا مو تاع العادة؟ هذا هو الحصر والعسكي تحسب على العادة ولا مع الدم تاع الجنين؟ قول لي سوق الطبيب هو ومن قال تاع السقط لا عنده بعد ما هو تاع العادة. تاع العادة احنا قلنا خبروا وحامل في 6 وفي أقل 20 فيما فوقها 20 أشهر كامل. أن من العادة المرأة ما ينزل بهاش الحيض في حال الحمل، ولكن إذا جاء بخلاف العادة ودام عليها ولم ينقطع على 15 يوم، المرأة اللي حامل عندها على 15، هذه اللي حامل تزيدوا 5 أيام تولي 20 يوم. إذا كان حملها من 5 4 3 2 1 هذا العدد اللي تحت. وأما إذا كان حملها زايد على 6 شهور وتهل العادة هذه الشهرية وما بغات تنقطع، تمكت لها شهر كامل ما تصلي ما تصوم. أما هذه اللي جاية مرض هذا بسبب سقوط الجنين هذه يعرفها الطبيب إذا كان غير عادي، ما يدخل في جهة ثانية وهي السلس. يقول له سوى الطبيب ماذا بك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. وكنت إذا ما جئت السعدى أزورها وإن بعيدها إلى خضرات البيت وتجلسها إذا ما قضت حدوثة لو تعيدها إليك
رسول الله كن واهبا الذي لا يقوى لها المتحمل وإني لأرجوها أنها بك تنجلي لأنك لي جاه وحزن ومعقل